السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثاني الثانوي مع مادة التوحيد درس بعنوان الجائز في حق الرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الناظم: وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحل، حكم الأعراض البشرية في حق الرسل صلى الله عليه وسلم. ما الذي يجوز في حق الأنبياء والرسل عليهم السلام من الأعراض البشرية؟ هنقول يجوز عليهم جميع الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مرتبتهم العلية. يبقى يجوز في حقهم جميع الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص، ولا فرق بين أن يكون الجائز في حقهم من توابع الصحة التي لا يستغنى عنها زي الأكل والشرب والنوم، أو التي يمكن أن يستغنى عنها بدون مشقة أو بمشقة محتملة مثل معاشرة النساء حلالا. يبقى ما فيش فرق بين الحاجة التي لا يستطيع أن يعيش الإنسان بدونها أو عن الحاجة التي من الممكن أن يعيش الإنسان بدونها مثل معاشرة النساء في الحلال. حكم الوقوع في المحرم في حق الأنبياء والمرسلين. هل يجوز في حق الأنبياء والرسل الوقوع في المحرم؟ طبعا الأنبياء معصومون من المحرم، فلا يأكلون الربا ولا يغشون ولا يجامعون إلا ما أحله الله. الاحتلام في حق الرسل، طبعا لا يجوز الاحتلام كما صححه الإمام النووي. لماذا؟ لأنه من الشيطان، والشيطان ليس له سلطان عليهم. الدليل ما ورد في حديث: ما احتلم نبي قط. ولا أعلم هذا صحيح أم لا، الله أعلم، لكن يقول صححه الإمام النووي. حكم المرض غير المنفر في حقهم، ما حكمه؟ ويجوز على الأنبياء المرض غير المنفر، فقد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. الوعك هو الحمى، وقيل ألمها، فيكون الألم الذي يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم كالألم الذي يشعر به رجلان. يبقى المرض غير المنفر يجوز على الأنبياء، ما يكونش عندهم مرض معدي يعني. ما حكم الإغماء في حق الأنبياء؟ هل يجوز عليهم بشرط ألا يكون طويلا، فإن كان الإغماء طويلا فلا يجوز. طيب حكم المرض المنفر في حقهم ما حكمه؟ قال: لا يجوز عليهم الجنون قليله وكثيره، دي المرض المنفر لأنه نقص، ولا يجوز عليهم الجذام ولا البرص والعمى وغير ذلك من الأمراض المنفرة، فلم يعم نبيا قط. وطبعا سيدنا يعقوب اللي كان عنده ده مش عمى، قال: هو بياض على العين من شدة الحزن، عشان ما يقولش في تناقض يعني. فلم يكن عمى، وإنما كان حجابا على العين من كثرة الدموع، ولذلك لما جاءه البشير عاد بصره إليه. بما تجيب على ما قيل في حق نبي الله أيوب عليه السلام من الأمراض المنفرة، هل فعلا نبي الله أيوب كان عنده أمراض منفرة أم لا؟ هنقول ذلك من أقاصيص المخترعين والإسرائيليات الكاذبة، كلها كلام كذب ولا يصح، وإنما نحن نتكلم عما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. اللي يصح عن النبي وعن الأنبياء السابقين نتكلم فيه، إنما اللي غير صحيح ما نتعبش نفسنا يعني. التي تهدف إلى تشكيك الناس في معتقداتهم، الإسرائيليات اللي هي تنقل عن بني إسرائيل. وطبعا لو جينا ننظر إلى ما يقوله أهل الكتاب عن الأنبياء والمرسلين، تجد أنهم ينسبون إليهم ما لا يليق أن ينسب لواحد فيهم. الإنسان العادي لا ينسبه لنفسه، هم ينسبوا هذه الكبائر إلى الأنبياء. الصواب الذي كان به أنه كان به مرض شديد، لم يكن مرضا منفرا، إنما كان نوع من الابتلاء والاختبار، وكشفه الله عنه عندما اتجه إليه ودعاه بعد 18 سنة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. حكم السهو والنسيان في حق الأنبياء. السهو قال الغفلة، السهو لغة الغفلة، والنسيان ضد الذكر والحفظ. السهو لغة الغفلة، والنسيان ضد الذكر والحفظ. الفرق بين الساهي والناسي قال أن الناسي إذا ذكر تذكر،
واحد نسي شيء لو أنت ذكرته به هيتذكر أنه هو نسي فعلا. أما الساهي قال لا، الساهي بخلافه. هل يجوز في حق الأنبياء والمرسلين أن يعرض لهم السهو؟ أولا قال السهو في الأخبار، الكلام اللي النبي هيقوله ينقله عن ربنا سبحانه وتعالى، عن ربنا. قال في الأخبار ممتنع طبعا، السهو يمتنع على الأنبياء والمرسلين في الأخبار البلاغية، كقوله الجنة أعدت للمتقين، وعذاب القبر واجب، وقول النبي القبر روضة من رياض الجنة إلى آخره. يبقى في الأخبار البلاغية ديا يمتنع، ويمتنع عليهم في الأخبار غير البلاغية، كقام زيد وقعد عمرو. يبقى يمتنع عليهم في الأخبار البلاغية، ويمتنع أيضا في الأخبار غير البلاغية. طيب السهو في الأفعال، قال يجوز عليهم ويكون ذلك تشريع، سواء كانت الأفعال بلاغية أو غير بلاغية. تمام. يبقى فعل النبي إذا سهى في فعله يعني هل يقع؟ نعم يقع، ويكون الحكمة منه تشريع من الله للناس من بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، كما سهى في صلاته. يبقى الساهي لو ذكرته لا يتذكر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاته وذكره الصحابة ما تذكر، ولكنه صدق كلامهم فقام فأكمل صلاته. بما يكون السهو من الأنبياء، قال يكون السهو منهم تشريعا، علشان نعرف لو احنا حصل لينا زي ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام نعمل ايه، فهو عرفنا نعمل زي ما هو عمل. ولا يكون السهو في حقهم ناشئا عن الاشتغال بغير الله، وإنما يسهون عما سوى الله، فينصرفون بقلوبهم إليه ويغفلون عما هم فيه، وهذا تعظيم لله سبحانه وتعالى. يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو من كل قلب غافل الله، قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله، فالتعظيم لله. يعني النبي ممكن أن يسهى عن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. ما حكم النسيان في حق الأنبياء والمرسلين قبل التبليغ وبعد التبليغ؟ احنا تكلمنا الوقت عن السهو، والسهو لا يجوز في الأقوال وإنما يجوز فين؟ في الأفعال، والأفعال يكون لها تشريع من الله سبحانه وتعالى. طب النسيان، قال النسيان ممتنع على الأنبياء والمرسلين فيما يتصل بشيء مما أمروا بتبليغه. النسيان في التبليغ لا يليق ولا يجوز على الأنبياء، تمام، سواء كان قولا كقولهم الجنة أعدت للمتقين، أو فعلا كصلاة الضحى. يعني ما ينفعش ربنا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يشرع له صلاة الضحى فالنبي صلى الله عليه وسلم ينسى أن يصليها، ينسى أن هو يشرعها لأمته. يعني الله عز وجل أمر نبيه أن هناك صلاة ضحى، لا يليق أن النبي ينسى هذا الأمر. مش بتكلم عن انه نسي صلاة، لا، انا ما بتكلمش عن نسي صلاة، نسي تكليف فعلي انه يعمله، ده مستحيل. طب ونسي كلام يقوله، ده طبعا برضه مستحيل، فإن الله أمرهم بفعلها ليقتدي الناس به، فلا يجوز عليهم نسيان شيئا قبل تبليغه، لأنه مناف لوظيفتهم وهي دعوة الناس بما أمروا بتبليغه. أما النسيان بعد التبليغ فيجوز ويكون نسيانهم من الله وليس من الشيطان، لأنه ليس للشيطان عليهم سبيل. يبقى بعد ما النبي بلغ بالكلام أو بالأفعال، هل من الممكن أن هو ينسى يعمل شيء معين؟ من الممكن ذلك، وإنما يكون ذلك من الله وليس من الشيطان. كيف توجه قول نبي الله يوشع اللي هو غلام موسى عليه السلام، كان نبي، الذي قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ احنا بنقول لو نسي يبقى ربنا اللي أنساه مش الشيطان. طب هنا سيدنا يوشع نسب النسيان إلى الشيطان، هنقول هذا تواضع منه أو قبل علمه بحال نفسه من أنه مسير بالإرادة الإلهية في هذا الأمر، حيث يصل موسى عليه السلام إلى مطلوبه من مقابلة الرجل الصالح. يبقى ممكن نقول أن هذا من المحتمل أن يكون هذا تواضع من هذا النبي الكريم، أو أنه يكون هذا قبل أن يعلم نبي الله يوشع أنه مسير، يعني الله عز وجل أراد ذلك الفعل حتى يصل موسى إلى الرجل الصالح، بدليل ذلك ما كنا نبغ. إن قيل إن لم
لما تسلط الشيطان على آدم بالوسوسة فبما تجيب؟ هنجيب. قال: تلك الوسوسة كانت بتمثيل ظاهري وليس بتأثير قلبي. تمثيل ظاهري يعني أن الشيطان، وطبعا دي فيها كلام كبير جدا، والعلماء قالوا يعني كأن الله عز وجل يعني أمر، هو أراد، ما أمرش عفوا، أراد أن الله عز وجل أراد سبحانه أن يوسوس إبليس إلى آدم حتى ينفذ فيه حكم الله، وأن الله عز وجل أصلا خلق آدم إلى الأرض ولم يخلقه إلى الجنة. يعني ربنا خلق آدم أصلا لما قال إني جعل في الأرض ولا في السماء، قال إني جعل في الأرض خليفة. فالعلماء اتكلموا كثير جوه كيف وسوس الشيطان إلى آدم، وقالوا أنه وسوس إليه هنا بيقول لي بتمثيل ظاهري، يعني أنه أظهر له الوسوسة بتاعته عن طريق تزيين الشجرة له، تمام. أو لا مانع أبدا أن يكون دخل إبليس الجنة، بس دخلها على سبيل الإهانة وليس على سبيل الكرامة، حتى يوسوس إلى آدم عليه السلام. أيا كان هذا لا يشغلنا، الذي يشغلنا الإجابة. هنا بيقول لي تلك الوسوسة كانت بتمثيل ظاهري وليس بتأثير قلبي، يعني إبليس لم يؤثر على سيدنا آدم عن طريق القلب، وإنما أثر عليه عن طريق التمثيل الظاهري لهذا التزيين. والممنوع في حق الأنبياء إنما هو لعب الشيطان ببواطنهم. الشيطان لا يؤثر على باطنهم، إنما من الممكن أن يعني يوسوس له كما أخبر الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا من الممكن، ولكن بتمثيل ظاهري، يعني زين له الشجرة وزين له كلامه الكذب. والخلاصة قال: يجوز على الأنبياء والمرسلين ما يجوز على سائر البشر مما لا يؤدي إلى نقص، وذلك في الظاهر فقط، أما الباطن فهو متعلق بالله سبحانه وتعالى. فيجوز في حق الأنبياء جميع الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص: المرض غير المنفر، الإغماء ولكن لا يكون طويلا، السهو في الأفعال البلاغية أو غير البلاغية، دي من الممكن، تمام. سهو في الأفعال البلاغية أو غير البلاغية، دي الأفعال. نسيان شيء مما أمر بعد تبليغ، من الممكن، بعد مش قبل. ولا يجوز في حقهم الوقوع في محرم: الاحتلام، الإغماء الطويل، المرض المنفر كالجنون والجذام والبرص والعمى وغير ذلك، السهو في الأخبار البلاغية والأخبار غير البلاغية. يبقى السهو في الأفعال ممكن، السهو في الأخبار لا يمكن. النسيان فيما يتصل بشيء مما أمر بتبليغه، طبعا ده برضو لا يمكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.